ناوی من هفالمونه قمتا پرورده بجار حلبه دولت ترك ام هرو ام كانن وقت تحليل ام ببيجن هاجر روسيا وامريكا في درفته نادنه وفي جرا مجالي جوي ونكن نكنه ها قصائرش بسر مدى هنا جبر به هفال از دبم ما پر بحثا قالش ورشجري ما كر وما جيان جي كر لهندر شيخ مقصود ترو شيخ مقصود وك ميناكك جي راستيا قالش ورشجري رابي وبرخضنا عفرين عينا وانا وسركان يجي حمي دفرن ما اما از دبم دمدما ام تطبيق كن يعني ارتا جرك ام جد فرضة تكوشينا خا هين خورت بكن بلند بكن لهمبر ويرشنا ام وكرو لجن ام هين زيادتر بلند بكن ام جملي سياسي دا جملي شمنديه دا ام هين بيشكتنه خورت بكن وقال شورش جري ملا ارتق دا كفهوله و روله خاجي بيك بينام ب هيزا خا بقلي خا براستيا الجنا آزاد بفلسفة سرق آبو أمي بسركفن. ناوی من روشن موسى منسقي كونغرستاريا حلبة هر و هوا که امتزانن با که رجولات سوریه و دو روزن دولت ترکیه آدا گلکر بتوپ و باران سر هرما ام بیجن کوبانه دیری که و هر و هر شنگالجی به گشته سرانسرین جهانه راستا ایریشی کن هوانته هر و هاته خیان کرن هلواشتنا ترکیه بربداوی داره اجبر گو هلبجارتن دم گو هلبجارتن جواره چکرن دخوازه انو در باسی هلبجارتن جبه لسر به اساسی دولت ترکیه آدا گرکر ایرو وجده با ایریشن باقی رجولات سوریه جی تکرن لسر به اساسی جی يعني وروا دمجوا در باسی انتخابات دبن و دم داجی نکنه بحث دموکراسی و عدالت و کبی بکش بر وینا ویجی هلوشاندنی ویجی ایریشن باقی رجولات سوریه جی بکه ام جواکو گل بتایبت سرانسرین باقی رجولات سوریه ایرو ام سر پیانه ام سر قادانه ام و تهدیده و ایریش شرمزار دکن اجبر گو ایرو دولت نوونتوی چرا کی کسب دی دولت ترکیه اجبر ویج ایریشین خو سر گل تماشاندن ام جواکو گل بتایبت ایگو برخدانی دکن بحث آزادی و دموکراسی دکن ام هر و سر پیابن و ام یجی بردكي ديمقراطي عمل هم بر في إيرشنز بسكن أم بيجن تجارة دولة تركيا نكنا إرادة ما يبشكنه نكنا فينا قلب تهيبات بكل رجالات السورية بشكنه إجبارجو قل إيدي جشتي قناعتك إيرو دولة تركيا بتشو أواي شو بلاني صار بكل رجالات تماشاندن صار في أساسي صار كفتن يا قل كردا وتجارة كاس نكنا إرادة ما يجي بشكنه وأم يجي براستيجي إيرو صار قادابن وأم يجي بنجوزي خبدن دولة نتوي إيدي بس في إيرشن هو بنال صار باقي رجولات السورية تايبر. ليلى خالد الإدارة المشتركة لمنتدى حلب الثقافي. الهجمات التركية الدولة الفاشية على مناطق الإدارة الذاتية وخاصة على كوباني ليست بجديدة هذه الهجمات وليست بجديدة هذه الممارسات الشرسة والممارسات اللا أخلاقية واللا إنسانية في تاريخ تركيا وخاصة في تاريخ حزب العدالة والتنمية. دائما نعلم جميعا بأن أردوغان والنظام التركي استمراريته على سفك الدماء وعلى الاحتلالات، لذلك دائما تسعى لاحتلال أراضي الجوار وسفك الدماء، وفي كل مكان هناك توحد للشعوب وخاصة الشعب الكردي دائما تسعى لضرب هذا الشعب. من خلال هجماتها على كوباني وهجماتها على مناطق الإدارة الذاتية نرى بأنها بدأت بقصف كوباني. لماذا كوباني؟ لأن كوباني هي من كسرت إرادة داعش، هي من كسرت القوى الظلامية، وبدأت بالهجمات على مشتى النور، لأن على مشتى النور كانت إرادة المرأة، ظهرت هناك إرادة المرأة والعملية التي قامت بها الشهيدة آرين ميركان والتي كانت بداية لكسر إرادة داعش في كوباني كانت في مشتى النور. طبعا نحن نناشد جميع الجهات الحقوقية وجميع الجهات الثقافية وجميع الجهات التي تدعي حقوق الإنسان بإبداء
إبداء رأيها وإبداء موقفها تجاه هذه الهجمات اللا أخلاقية واللا إنسانية. فاليوم الشعب في كوباني وفي مناطق الإدارة الذاتية شعب متآخي وشعب مسالم، وجميعنا نلاحظ الإدارة الحكيمة في هذه المناطق والعيش السلمي في هذه المناطق، لكن دائما نقول بأن هذا الأسلوب في الحياة لا تناسب مصالح الدول المهيمنة. موقفنا سيكون موقف واحد وهو الصمود في وجه هذا العداء والمقاومة والمحاربة ضد أي هجمة تشن علينا.